سبحان الله فحال ديما فيلم كيتعاود نفس الموال، راه ما كاينه لا كره لا فرجه لا متعه. من الاخر اخارين ديال بصح شتي هاد اللعب هذا، شتي اللي عندك شي ولد صغير شي تربيه ما كينعش، دير ليه الماتش ديال المنتخب بربي تيخمر بربي تينعس، ريت مطايح ديال بصح. وعباد الله البنين ولعب في بلادك وقدام الجمهور ديالك وتستا ديال لي باس ما تكملهمش. عباد الله البنين احسن منا في الميطال الاولى، والله حتى البنين احسن منا. البنين كيجيريونا، هما اللي كيكارميو اللعب وكيبردو فينا كيف ما بغاو. هادي عباد الله غير البنين. انا باقي الماتش ديال البارح، الماتش ديال البرتغال واسبانيا باقي لاصق ليا في عيني. تفرجت في هاد الكره هادي جاتني الجلاله، والله حتى جاتني الجلاله. وعباد الله هادي غالبينين غالبينين وخرجت لينا العينين. وما تشدنا نيجيريا وتخرج لينا الخريه. ماتش فيه بيت ديال الكعبيه يا سلام، بيت واعر صافي. ما الكره ما كاين لا كره لا فرجه لا متعه من الاخر. هاي على البنين زيراتنا، خليناك هضرتي خليناك عبرتي، قلتي اللي في قلبك خويتي قلبك وما دويناش معاك. قلتي علينا اننا ما كنفهموش في الكره وكنحطوا براد وعبراهش وما دو معاك حتى شي واحد. انت اللي وطني وكتفهم في الكره وباغي المنتخب الخير، وحنا ما باغينش المنتخب الخير ياك. ولكن دابا حنا غنخرجوا ديك الوطني اللي مخبيين لداخل وغنهضروا معاك في اللاصق. شي اليوم خاصك تمشي في حالاتك. بينتي لنا انك ماشي مدرب صالح للمنتخب، وكنشوفوا انك حمقتينا ومرضتينا، والكاس من بلادنا غيمشي من يدينا بهذا التفكير ديالك. وتخيل معايا كتجي المركب هنا المعموره، شنو هي البراتيك وشنو هي الخطه وشنو هي التداريب اللي كدير للعابه. وبينتي لنا اليوم كتجي كتسارحوا من هنا وصافي جري ولا عاود الراس بينتي، وما كايناش الحس ديال المدرب، ما كايناش والو. تهضر معاه تيقول لك تيبدا يجبد لك ديال 2022 نصف نهائي. ودابا غنقولوا لك الصراحه النصف نهائي راه ماشي انت اللي وصلتي للمنتخب نصف نهائي. نصف نهائي كانوا فيه الرجال وكانوا فيه اللاعبين اللي كانوا كلهم محترفين في اوروبا ودوزوا اوروبا وكانوا كيشوفوا ديك الحساسيه بينهم وبين اللعابه اللي كانت كدور بيناتهم. ملي جات الفرصه داك الغالين خرجوه وبينوا انهم راهم كاينين وقد المسؤوليه. راه شفنا كلشي، حنا تفرجنا وصافي وحنا خليناك هكاك وقلنا راه واقيلا غيطور من راسو. شناك ما كتطور راه من راسك لا والو. 9 شهور اصاحبي وانت غابر ودينا هاد الاداء. الماتش ديال تونس شنو قلنا؟ حق راه ديربي وعرب، راه الماتش غيكون مجغطن بحال هكا. دوزناها وباقا واحده لينا، ولكن تجي مع البنين اصاحبي وسط بلادك وسط جمهورك اللي التيكي كيتقاتلوا عليه ما لقاوش اصاحبي. الناس مخلصه التيكي وما داخلش للتيران وسط فين غتنظم وتلعب بهذا الاداء هذا بحال هكا. وباش كملتيها وجملتيها وبينتي لنا انك والو، ما عندكش منوض حكيمي باش يفكك حتى الدقيقه 80 كتسنى شي باش حكيمي. الحل الوحيد اللي بقى عندك هو حكيمي تنوض تا هو تمرمدو اصاحبي اللي خصو يمشي للفريق ديالو مشارك في كاس العالم للانديه. خصو يكون دابا مع الفريق ديالو جالس معانا هنا ومنوضو كتسخسخ فيه كاع الماتشات لعبتي. يعني راه ما عندكش اصاحبي، راه ما عندكش، راه والو ما فهمتش انا. وادخل اخويا على اليوتيوب، على اليوتيوب دير كيفيه التدريب وقرا وتعلم. والو بينتي يا صاحبي راك مجلس صاحبي وعيط اخويا. هادشي زياش وبوفال خاصهم يكونوا في المنتخب. واش تكون كانوا اليوم مع البنين والله حتى كاين الاداء ديالو ما صح راه والو. 3 ضربات ما ضربوهاش اصاحبي. عيقشي علينا والله تعيقشي علينا بلا ما كتبغيش تعترف بالخطا ديالك. هذا هو الديفو اللي فيك، ما كتبغيش تعترف، كتبقى ديما متكبر. دابا ما تقدرش تقول انني غلط والو. كتبقى لا بغيتو الاداء لا بغيتو البيوت. اش هاد الهضره هادي ديال مدربين كبار اصاحبي وما داوش المنتخبات ديالهم وكيعتذروا من الجمهور؟ عمرهم دخلوا في حساسيه مع الجمهور اصاحبي. مدربين كبار تنقول لك اصاحبي، هما ديال اسبان ديال البرتغال وديال البرتغال ها هو اسباني وربح البرتغال ضد بلادو اصاحبي. ما بغيتيش تتعلم اخويا والله ما بغيتي تتعلم. مرتينا اصاحبي كنشوفوك غادي بالمنتخب الهاويه ولا حول ولا قوه الا بالله معاك. حسنا اخوان عن مباراة المنتخب الوطني المغربي والبنين الشيقة. اليوم فزنا بواحد 0 داخل الديار بهدف ايوب الكعبي قبل صافرة نهاية المباراة، بل الشوط الاول وليس نهاية المباراة. لحقاش فعلا تما كانت نهاية المباراة ولا اضافة في الشوط الاضافي الثاني. اخوان نكونوا واقعيين، نقول لكم واحد الكلمة، حيت كاين اللي كيتفرج بقلبه وكاين اللي كيتفرج من القالب ديالو. كله كيفاش كيشوف الماتش، كاين اللي كيشوفها عاطفة وكاين اللي كيشوفها تكتيك وبعد اخر ورؤيه واحده اخرى. عرفتك في افريقيا حنا كنا متشائمين قبل وفعلا داكشي اللي تشائمنا به هو اللي وقع. راه ماشي تشائمنا طردق لينا عينينا. شوف قبل ما نبداو نفصلوا في الماتش ما تنساش انك تابونا عند خوك
باقي فيديو واحد اخر تحليلي للماتش شنو دار فيه. دابا حنا كندويو غير عموما نظره شامله. اخواني انا ما تكذبش، حنا كاملين مغاربه مع بعضياتنا كنناقشوا، والله ثم والله لا نخرجوا بشوها، ماشي نقول لك غادي نتقصاو، لا بشوها. راه هادشي اللي غاديين به حنا راه لا شيء. راه البنين راه ليست جنوب افريقيا مره اخرى، وليست الجزائر، وليست تونس، وليست مصر. تونس ما تحسبش في الكومبيتيسيون كيتسيف، راه كيتسيف. راه كوت ديفوار كانت تقصات وحنا اللي رجعناها دات الكوب دافريك. راه تيطراو شي معجزات اخرين، راه باقي السنغال، راه باقي نيجيريا، راه باقي ما يتقال. راه الكوت ديفوار مازال ما يدار. راه المنتخب ديالنا يعاني الامرين داخل الديار. راه لا يوجد تكتيك. ما الهضره اللي تتلف ليا خايي، راه بزاف ديال الهضره، حيت الا قلتي ليه شي حاجه تيقول لك كنحقق النتيجه. شنو من النتيجه؟ راه هذاك مجهود اللاعبين، راه مجهود تيبان لك اداء فردي، مجهود لاعب تيديروا. انما اللعب العام تكتيك ما كاينش، داكشي عشوائي، تلخبط، غابه من الارجل. بعض المرات كلشي كيهفت. او خاصنا مدرب، جيبونا مدرب. الا كان خاصنا مدرب جيبونا مدرب. انا والله ما كذب عليكم، راه حطيت لكم ستوري في الانستغرام ديجا مع ماركا الكعبي سالات الميطال الاولى. قلت لكم الدراري انا مشيت نجيب واحد الدوره، ماشي قصي، نجيب واحد الدوره ما يسالي الماتش ونجي. وفعلا ملي زعما جيت لقيتها مبلبله لا شيء ولا شيء. تيقوا فيا دركراكي كان ما يدار. كاس افريقيا كان ما يدار. راه دبار على راسو في الخارج، هو راه غادي يكمل معاك هادشي هذا وغادي يمشي بحاله. هاني راه كيتك انت جات كوب دافريك حتى عندك البلاد وغادي تمشي غيدير واحد اخر. هادشي ما دار شي واحد حاقد عليه اصلا. اخوان شوف، قبل ما نهضروا على المباراة ديال المنتخب المغربي ضد البنين، خاصنا ضروري ومؤكد نوضحوا واحد الفكرة اللي مهمة بزاف باش الناس مساكن المشجعين ديال المنتخب الوطني المغربي ما يتصدموش ومن دابا يوجدوا راسهم الاخوان، واللي هي نحن لسنا المرشح الاول للفوز بكاس افريقيا بكل بساطة وبكل صراحة. وانا غادي نشرح لكم علاش. انت كمنتخب مغربي، منتخب عالمي مصنف 12 عالميا، كطمح للطوبتين، ملي كتواجه منتخبات غير مصنفه بحال البنين وطنزانيا والنيجر وكتحرف لك دماركيلهم وكتحرف لك تخلق معاهم محاولات كثيره صالحه للتسجيل، فراك انت غير مرشح للفوز بكاس افريقيا بكل بساطه. ملي انت الا كتلاعب هاد المنتخبات اللي هما الهدف ديالهم ماشي الفوز عليك، قسما بالله اذا هاد المنتخبات فاش كيلعبوا مع المغرب الهدف ديالهم ماشي هو الفوز، الهدف ديالهم هو انهم ما يخسروش، وحتى اذا خسروا ما تكونش النتيجه كبيره. منتخبات اللي كيلعبوا معاك على كونتراتاكي واصلا ما قادرينش يعملوا ديك الكونتراتاك، اصلا ما قادرينش يماركيو لك، ما عندهمش لاعبين د الكاليتي اللي يقدروا يعملوا كونتراتاك منظم ويماركيو لك. دونك انت ملي كتحرف لك مع هاد المنتخبات هادو، شنو غادي تعمل مع المنتخبات ديال الصنف الثاني؟ مثلا الكونغو الديمقراطيه اللي تعادلت معاك في كاس افريقيا، مالي، بوركينا فاسو، جنوب افريقيا اللي قصاتك، شنو غادعمل معاهم؟ شنو غادعمل مع المنتخبات ديال الصنف الاول، الجزائر والسنغال اللي غادي يلعبوا معاك الكره، نيجيريا، مصر مثلا. مصر الاخوان غتلعب معاك نفس هذا اللعب هذا، كلشي في الدفاع، ولكن الفرق هو ان مصر في لي كونتراتاك ديالها كل كونتراتاك غادي تتفرج في التلفازه بصلاح ومرموش بيحتفلوا بيرقصوا. نيجيريا غتلعب معاك نفس اللعب، ولكن في كل كونتراتاك غادي تشوف اوسيمين ولوكمان بيغنيو ام بالالي بالالي. ولهذا نحن لسنا المرشح الاول للفوز بكاس افريقيا. هذه نقطه كنظن وضحناها. الحاجه الثانيه، ديك الناس اللي حنانين بزاف وكتغلبهم العاطفه وباقين عايشين على الاطلال والاحلام ديال كاس العالم 2022، سمحوا لي ما كنهضرش معاكم. علاش؟ حيت في كل ما المنتخب كيقدم شي مباراه كارثيه ما كيكونش مزيان وكنخرجوا ننتقدوه من اجل الاصلاح، كيخرجوا لي بعض الحنانين في لي كومونتير ويقول لك انت ما كتفهم في الكره والو، اصلا واش غتفهم اكثر من المدرب؟ خلي السيد يخدم، واش بغيتيه يبين الاوراق ديالو؟ راه ما باغيش يبين الاوراق ديالو والخطه ديالو. هادو نفسهم هما اللي عملوا لي نفس الكومونتير نهار انتقدت المنتخب قبل كاس افريقيا اللي فاتت، فاش كنا تعادلنا الى عقلتم على الراس الاخضر ب0-0 هنا في وسط المغرب. هادو هما نفسهم عملوا لي نفس لي كومونتير، وموراها فاش خسرتنا جنوب افريقيا وقلت لهم فين هما الخطط والاوراق اللي كان غادي يلعبوهم وما بينوا لنا شي، بقاو ساكتين. ولهذا الاخوان للتوضيح، حنا كننتقدوا من اجل الاصلاح وليس من اجل الانتقاد. دابا نهضروا فيما يخص المباراه الاخوان، واللي ما كانش فيها بزاف ديال الحاجات، كانوا حاجات قليله غادي نهضروا فيهم. اول نقطه هي ثلاثه الحاجات مزيونين اللي كانوا في هذه المباراه. اول حاجه الباس الواعر بزاف ديال المسينه والاداء الخيالي اللي قدم. ثاني حاجه الهدف الخيالي الاكروباتي ديال السي ايوب الكعبي، واللي ماشي اول مره كيعملها، مولفين عليه صراحه ديال الله.
ثالث حاجه هي الحكم الجميل اللي تعامل معنا وما صفر شي بينالتي واضح وضوح الشمس للبنين فاش سي اسامه طرغاني تحول من حبيب وضرب اللاعب ديال البنين بالنص الاخوان حدا امام انظار الحكم. غريبه كيفاش ما صفرش على ديك ضربه الجزاء. ثاني حاجه الاخوان حنا عندنا واحد المشكل كبير وضروري خاصنا نصلحوه. ملي شي منتخب قوي كيلعب مع شي منتخب ضعيف وداك المنتخب ضعيف عامل اللاعبين ديالو كاملين في الدفاع وداك المنتخب اللي قوي اللاعبين ديالو كاملين في نصف الميدان ديال الخصم كنشوفوا محاولات بزاف. حنا اليوم اخر مدافع ديالنا كان كيكون في نص كامبو ديال البنين يعني 11 كونتر 11 دونك النورمال هو اننا نشوفوا واحد 11 ولا 12 ديال المحاولات صالحه للتسجيل. حنا الاخوان ما فوتنا شي ثلاثه من ثلاثه جوج في مباراه كامله. هنا كنهضر على محاولات اللي كتعمل يدك هيدا في راسك تقول كانت غتماركا. جوج الاخوان الاولاد الكعبي اللي ماركاها والثانيه ديال مروان سنادي شديره برو ماكس اللي جاتو هو الشبكه وضيعها. وهذه واحد الحاجه اللي انا ما استغربتش منها. علاش؟ سنادي مهاجم واعر عنده بزاف ديال المميزات اللي ما كاينش عند المهاجمين اخرين اللي في المنتخب الا التسجيل الاخوان. اسوا واحد في التسجيل واسوا لمسه واسوا انهاء. والناس اللي تفرجت في الماتش ديال البارسا ضد البلباو غادي يعرفوني علاش كنهضر. جاوها 4 ولا 5 ديال الكوار في ديك الماتش وما ماركاهمش الاخوان. ثالث حاجه اللي غادي نهضروا عليها واللي هي الاظهره اللي كانوا ما كاينينش في هذا الماتش. الوحيدي ضعيف بزاف هجوميا ما كانش كيعمل زياده الصراحه ديال الله. دفاعيا اوكي مزيان يعني ديك باندا بلا حكيمي ميته. وبالعمري كانوا لاعبين على الجهه ديالو سيرتو في الشوط الثاني صراحه ديال الله جاوه اكثر من 5 ولا 6 ديال الكوار اللي خرج بهم سونطراجات مزيانين ولا سونطراج في المستوى الاخوان. يعني المنتخب بلا مزراوي وحكيمي كيضيع الاخوان في الاظهره. واخر حاجه غادي نختموا بها هي اننا النقطه الايجابيه والحاجه الايجابيه الوحيده اللي خرجنا بها من هذا التوقف الدولي ومن هذه المباريات بجوج بهم هي ان ادم مسينا واعر بزاف كديفونسور الاخوان. يعني جبرنا الثنائي ديال نايف اكرد لاعب في المستوى ما كيخليش المساحات كيخرج بالكره مزيان لي باس ديالو واعرين. هذا هو الربح الوحيد من هذه الوديات الاخوان اللي تخرج. دابا غير بيني وبينكم واش هذا المنتخب ولا هذا المدرب غتجيب به كاس افريقيا؟ الطاكسي اللي كتلعب به واش غتجيب به كاس افريقيا؟ ولعب في البنين عباد الله في تيرانك وبجمهورك ضربه بواحد من اسيست الكعبي اللي مولف كيضرب بحال هكا ديما المولف. الا ما كتسالاش واش هذا هو المنتخب اللي غندو به كاس افريقيا؟ واش بهذا اللعب غندو كاس افريقيا؟ واش بهذا المدرب غندو كاس افريقيا؟ واش ما كتعياوش ما بقى والو كاس افريقيا بقات الاقل من 6 شهور. واش ما كتفرقوش ما بين مباراه رسميه وديه؟ المدرب ما خاصوش يبين الاوراق ديالو خاصوش يبين النقط ديالو. هذه غير مباراه وديه لاعب لاعبين اللي ما عمرهم لعبوا كيجربهم كيشوف التشكيله غيوقف عليها هو راه عنده التشكيله في مخو كيشوف غير واش غيزيد شي لاعبين ولا غيبقى بنفس التشكيله. واش ما عيناش بهاد الاسئله والشكوك. حتى لينا خوتي الله يرحم لكم الوالدين اقل من 6 شهور بقات لنا. هادو راه مباراه وديه ربحناها. الانجليز ربحات